السلام عليكم، عاملين ايه يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى قلت اشارككم يومنا البسيط كده وسفرتنا. النهارده حبينا نعمل مع بعض محشي كرنب وفرخه كده بلدي. قلت اشارككم يومنا وتفاصيله. الجو حر بس عادي، مفيش مانع يعني من وقت للتاني كده نعمل الاكله اللي بنحبها. اكيد كلنا بنحب الاكله دي. استنونا، يلا نروح نسبك مع بعض. اول حاجه مهمه في التسبيكه ايه بتاعتنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحله الالمونيا. هفضل اقول لكم للمره المليون، انا ما بعرفش اسبك الا في الحله الالمونيا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كده احطها شويه زيت حلوين كده. بسم الله. انا بحط في التسبيكه زيت بس. البصل بتاعنا برضو قلت لكم قبل كده، البصل بتاعنا بصل ابيض على احمر. بسم الله الرحمن الرحيم. البصل حلوين كده، بصل احمر على الابيض والله بيفرق جدا في طعم التسبيكه. احمر الريحه بتاعته بتبقى اقوى طبعا، وطعمه بيبقى اقوى، والابيض تسكيرته، فالاتنين مع بعض بيدوا ميكس حلو قوي لتسبيكه المحشي. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا ايه؟ نسيب البصل بتاعنا كده ايه يتحمر واحنا نضرب الطماطم. انا طبعا ما بحطش اي حاجه في الطماطم غير طماطم، فلفل احمر على طول ببقى مفرزاه في الفريزر. سهل جدا، بجيبه وبغسله وبقطعه وبحطه زي ما هو يعني كده في اكياس في الفريزر. بصراحه بينفع قوي مع الصلصه وبيديها طعم حلو ولون احلى كمان. يلا نضرب الطماطم عقبال ما البصله بتاعتنا تحمر. البصله بتاعتنا اهي بدات تصفر حاجه بسيطه. بلاش نخليها تغمق عن كده عشان ايه ما تبقاش التسبيكه تقيله يعني. هي كده لون البصله حلو قوي. ننزل بقى بسم الله الرحمن الرحيم بالطماطم بتاعتنا نضربناها وراها على طول بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نازلين ايه برشه السكر بتاعتنا. رشه السكر دي على قد ما هي بتعادل الحموضه اللي في الصلصه، بس كمان والله بتظبط قوام الصلصه، بتخلي التسبيكه تبقى مظبوطه. هنسيبها بقى تتسبك مع نفسها ونروح ايه نتبل الفرخه بتاعتنا. دلوقتي بقى هنتبل الفرخه البلدي بتاعتنا. غسلناها كويس جدا ونقعناها في ميه وملح وليمون. بحب في الاخر كده اروح مديها غسله بالدقيق والطحينه واروح شطفاها وسايباها تصفي كويس جدا. اول حاجه بقى هنعملها، انا حاطه هنا بصل فرموه في الكبه ناعم، حاطه عليه فلفل اسود وسبع بهارات وملح بس. هقلب البصل ده مع بعض كويس جدا، وهتبل بيه الفرخه من جوه كده ومن بره، واسيبها بقى ساعه ساعتين على حسب. بتيجي بقى في السلق بتبقى بتعمل شوربه تحفه وبتدي ريحه للفراخ ما شاء الله رهيبه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. تبلها من بره بسم الله ومن جوه. ودي الفرخه بتاعتنا هنسيبها تتبل قبل ما نسلقها. نروح نكمل بقيه الاكل بتاعنا. ادي الرز على التسبيكه بتاعتنا بالخضره. بصوا شوفوا لونهم حلوين ازاي ما شاء الله. وايمان هنا بتحشي اهو الكرنب بتاعنا. طبعا زي ما قلت لكم الكرنب ده احنا مفرزينه وحاطينه في الفريزر. بصوا احنا بنحط هنا ايه في الحله من تحت العروق اللي هي بتاعت الخضره بتاعت الخضره دي. انتوا بقى بتحطوا ايه؟ الحمد لله. وايه وغسلت الكوسه وسايباها تصفي. بحب احط برضو في الارضيه بتاعت الصينيه بتاعت الكوسه، بحب احط بصل وطماطم، واحط بس على البصل ايه ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي رشه ايه سبع بهارات تدي ريحه حلوه كده ايه. وهو قلب بقى كويس جدا البصل كده مع التوابل اللي احنا حطيناها، بجد بتدي طعم حلو قوي ومميز كده للكوسه. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو ارص ايه الطماطم. ادي حطينا الميه تغلي عشان نسلق الفرخه البلدي بتاعتنا. بس بحب احط ايه بقى في الميه؟ طماطمايه، ورقه لورا وحبهان وبصلايه، وايه والجزرايه دي. بتدي البصل والطماطم وورقه اللورا والحبهان والجزر بيدي طعم للشوربه حلو قوي. كده نزلنا اهو بالفرخه اللي احنا متبلينها معانا. هنسيبها بقى تستلق مع نفسها.
دي محشي الكرنب بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم. والكوسه نحط بقى ايه، حطينا من المعلقه معلقه كده من التسبيكه بتاعه المحشي على وش المحشي كده قبل ما نسقيه الشوربه. بصوا ما شاء الله الفرخه بتاعتنا اتسلقت، بصوا الشوربه ما شاء الله رايقه ازاي، ريحتها ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نسقي المحشي بتاعنا هنا بقى، ننزل ايه بمكعب الزبده بتاعنا كده على المحشي، يديله طعم حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي المحشي بتاعنا خلص اهو ما شاء الله. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الكوسه بتاعنا ما شاء الله، والطبق اللي احنا حطيناه من تحت ما شاء الله عليها وعلى ريحتها، والملوخيه بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم. ودي اهو الحمد لله غدانا بقى جاهز، السفرة اللي محدش بيختلف عليها ولا نقدر نستغنى عنها. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم وتكونوا استفدتوا مني باي حاجه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا معانا وتستنونا في فيديوهات جايه كتير. سلام.